ختام الخلطة أن تضيف عليها التوكل على الله وحسن الظن به. لا بد أن تعرف أن التوكل على الله وحسن الظن من أعلى مراتب الإيمان. سل شخصا متدينا في مظهره أو شيخا ما الذي تراه في المستقبل لحال الأمة العربية أو الإسلامية، فإن رد عليك بالسلب مثل ما تبشر بالخير أو ما شابه فلا يغرنك ملبسه ولا شكله ولا كلامه. هذا أفقر ما يكون إلى الإيمان. سل طبيبا عن الوضع الصحي للمريض، فإذا أجابك بسلب حتى ولو كانت حالة المريض متعبة فلا يغرنك روبه ولا شهاداته ولا كلامه ولا الأحرف التي أمام اسمه، فهذا أفقر ما يكون إلى الطب والعلاج. سل معلما عن تلاميذه، فإن أجابك بالسلب عنهم وزاد ذلك بالتذمر على إدارة المدرسة وسوء المنهج فهذا قد يكون وجوده وبقية الأثاث والصف واحد. آسف على استخدام هذه الألفاظ، هذا وصف قليل في السلبيين الذين يتولون مناصب التغيير. سل سياسيا عن واقع بلده ومستقبله، لو أجابك بالسلب فاللوم على من نصبه أو قلده هذا المنصب. سل شرطيا أو ضابطا عن الأمن، لو أجابك بأن البلد لا أمن فيها أو أن الأمن موضوع غير حقيقي أو أي أمن يا أخي، ولا أقول لك لا تعليق. القصد انتبه، أغلب من في هذه الأماكن بحاجة لصدمة نفسية روحية وتغيير داخلي عميق. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، لا تخف من وباء عالمي وحرب عالمية وأخبار سيئة وغير ذلك. اسمع الله يقول لك: ويخوفونك بالذين من دونه أليس الله بكاف عبده، علامتان استفهام. ويقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبه أي كافيه ومعينه وناصره ومنجيه ومعطيه حتى الكفاية، ولا يخيب من جعل الله رجاءه. توكل على الله، أحسن الظن بالله، اعلم أن الله يعطي عطاء جزلا، يعطي ولا يخشى سبحانه شيئا، يعطي بغير حساب، يعطي من يتوقع. خبرني عن ظنك تجد الله عنده. روض نفسك على أن تكون ساذجا في حسن الظن. دعني أكرر لك الجملة: أن تكون ساذجا في حسن الظن إلى عمق السذاجة. التمرين ينص على التالي: خلال اليوم هذا، من الآن لهذا اليوم، لا تسمح بأي فكرة مهما كانت ومهما حصل أن تزعزع توكلك أو حسن ظنك. أحسن الظن فقط. من ضمن هذه ضمن الجذب كله. مستحيل، دعني أكرر، مستحيل أن يصيبك شيء دون ظن مسبق منك. يعني لو كنت ملتزما بحسن الظن فقط فسوف يحصل لك خير فقط. عجيب. لهذا السبب ترى أن الله يرزق كافرا جاحدا به وبفضله لكنه متفاعل جدا، ويترك مؤمنا به متشائم جدا. ذلك حسن الظن فيحصل على ما يظن، وهذا سيء الظن فيحصل على ما يريد، والله أعدل العادلين. لو كنت في مرض لا تشكن ولا لحظة في التشافي، لو كنت في دين لا تشكن ولا لحظة في الغنى، لو كنت في ضائقة لا تشكن ولا لحظة في الفرج والنجاح والسعادة. ركز على ما تريد أن تحصل عليه، هذا هو الظن. الظن هو التركيز. مرة أخرى، اليوم فقط أفكار وظنون إيجابية. خليك حساس جدا 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 لقبول فكرة سلبية أو خبر سلبي. حساس بمعنى لا تقبل. أنت صعب جدا في قبول الأفكار السلبية، ساذج في قبول الأفكار الإيجابية. اليوم فقط أفكار إيجابية، فقط ظنون إيجابية، فقط خيالات إيجابية. غدا أيضا لليوم فقط أفكار إيجابية، فقط ظنون إيجابية، فقط خيالات إيجابية. بعد غد قل اليوم فقط أفكار إيجابية، فقط ظنون إيجابية، فقط خيالات إيجابية. استمر كل يوم لليوم. الله، لا يمكن تخيل مصائب وكوارث تحصل لشخص لا يرى إلا الخير، ولا يفكر إلا في الخير، ولا يظن إلا خيرا. قلت وأكرر: